اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنبتدي يوم جميل جدا مع بعضينا. هو في إجهاد شوية بس إن شاء الله هيعدي على طول. طالما احنا بنعمل حاجتنا بحب وبنذكر ربنا كتير واحنا بنعمل أي حاجة، يبقى فعلا هيعدي بحب ومش هنحس بأي إرهاق ولا أي تعب. قبل ما ابتدي الفيديو أحب أقول للناس الجديدة اللي أول مرة تشوفوا القناة، ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لي لايك تشجيعا منكم ليا. زي ما انتوا شايفين ابتديت بأوضة الأطفال. كان عندنا عاصفة ترابية شديدة جدا، والأوضة اتبهدلت بصراحة لأن هي منها للبلكونة على طول. أنا هوريكم بقى المنظر في البلكونة عامل ازاي، ما تتخضوش. يا نهار أبيض، شايفين المنظر عامل ازاي؟ كمية تراب رهيبة مغرقة البلكونة كلها. عايزة أقول لكم البلكونة كلها مردومة تراب. طبعا أول مرة تشوفوا البلكونة بتاعتي. الشمس طالعة جميلة جدا النهاردة. قلت بقى أقوم كده أظبط الدنيا وأنضف، وناخد كده ايه باور عالي قوي كده على الصبح، ونشتغل مع بعضينا ونتحدى الكسل. هنفض البلكونة وهمسحها كويس جدا، وهشيل كل التراب ده، مش هنخلي فيها حاجة ان شاء الله. طبعا انا عايزة اطلع الفرش، مش هقدر اطلع الفرش بالمنظر ده، لازم انضف الدنيا الاول. ده شكل البلكونة بتاعي من بره اهو. كمية تراب رهيبة، يعني انا مش عارفة حتى امشي اخش جوه اوريكم المنظر. تراب فظيع اهو. طبعا هننضف كل الحاجات دي، مش هنخلي حاجة خالص. اسفة جدا طبعا على على المنظر وعلى كمية التراب الموجودة، انا غصب عني. بس هننضف ان شاء الله، مش هنخلي حاجة خالص، وهنتشجع مع بعضينا. طبعا هاخد البطاطين دي واركنها كده على جنب مع المخدات. احطها على الترابيزة هنا لحد ما اروق السراير اهو. انا حاطة دفايتين قصاد بعضيهم مختلفين، مفيش مشكلة. الحاجة الموجودة عندي بفرشها، يعني مش شرط يكون اللونين شكل بعض. حطيت بقى المخدات وحطيت البطاطين، لان طبعا زي ما قلت لكم انا عايزه اطلعهم في الشمس، بس مش هقدر اطلع والمنظر ده موجود. وشيلت الشلت كده على السرير. نستعين بالله ونبتدي بقى نشوف شغلنا، ان شاء الله يعدي وما نحسش بيه خالص. شلت بقى الحفاظات اللي على الارض والسجاد. شايفين المنظر عامل ازاي؟ وفتحت بقى البلكونه عشان ابتدي بقى ايه، انضفها واشيل كل التراب اللي فيها. وادي الارضيه مبهدله خالص. كل حاجه هتنضف ان شاء الله وهتبقى زي الفل. يلا ندخل على البلكونه ونشوف هنعمل فيها ايه. انا جبت المقشه بقى وحضرت الادوات بتاعتي، وهبتدي الاول اخد التراب ده كده اشيله وانفضه. اي تراب على الحديد، اي تراب على الكابوسه بتاعه البلكونه، مش هنخلي تراب خالص، عشان لما نيجي نمسحه بالميه نمسحه على نظيف. شايفين كميه التراب عامله ازاي؟ احنا بصراحه اتبهدلنا خالص اليومين اللي فاتوا. طبعا ما تستغربوش انا حاطه الستاره دي، لاني لو طلعتها بره طبعا هكون مكشوفه جدا للجيران. فانا حطها بالمنظر ده كده، في الاخر خالص طبعا هشيلها. خلاص بقى نفضنا التراب. جبت شويه ميه، حطي فيهم اي نوع مسحوق انتي بتحبيه، وهنبتدي بقى نمسح الحديد بتاعنا. كميه تراب رهيبه بصراحه، بصوا عامله ازاي. همسح بقى كل السور ده كده واشيل كل التراب اللي عليه. زي ما انتوا شايفين كميه تراب، مش عارفه يعني. اكيد الناس كمان اللي في الادوار العاليه بيجي لها كميه تراب اكتر من كده. همسحها بقى كلها ومش هخلي حاجه. خلاص مسحناها، هبتدي بقى امسح البلكونه. الشمس طالعه جميله جدا ومشرقه اهي وجميله بصراحه، انا بحب منظر الشمس قوي قوي. وبحب اشوفها كده على الصبح، بتديني راحه وبتديني نوع من الايجابيه جميله جدا اهي. خلاص بقى مسحت البلكونه وطلعت الفرش بتاعي، طلعت البطاطين، طلعت المخدات بتاعتي تتشمس،
زي ما قلت لكم انا حاطه بس الستاره عشان ما اكونش مكشوفه. بمجرد ما هدخل بالكاميرا بتاعتي هشد الستاره عشان البطاطين بقى والمخدات تاخد كده الشمس وتتحمص شويه كده بره. دخلت بقى على الاوضه بتاعتي عشان ابتدي امسحها وافرشها وانضفها. خلاص كده تمام. الاوضه نطفت وبقى شكلها جميل ويفتح النفس على القعده. وفرشت الحفاظه بتاعتي وحطيت الشلت وحطيت الباسكت. وهبتدي بقى ايه، انشر شويه الغسيل اللي انتوا شايفينهم دولت. انا ما كنتش عارفه انشر بصراحه على الحبال وهي مش نظيفه. غسلتها وهبتدي بقى انشر الغسيل بتاعي على نظافه، اقدر كده اقف في البلكونه بتاعتي. الاوضه بقى شكلها جميل وبقت منظمه جدا، ما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. دخلت بقى على المطبخ. طبعا كان عندي بانيه متبلاه اهو زي ما انتوا شايفين. وكان عندي رز خلطه محشي، كنت عامله امبارح محشي وبقى مني رز. انا بحب ازود شويه عشان ولادي بيحبوه جدا، فبخلي منه لتاني يوم. هعمله جنب البانيه وهعمل شويه سلطه وخلاص على كده. من ضمن بقى الاسئله الكتير اللي دايما بتتردد عليا، ازاي اعيش مرتاحه نفسيا؟ انا نفسي احس براحه البال. عايزه اقولك طول ما انتي شاغله بالك بغيرك عمرك ما هتعيشي وانتي بالك مرتاح. فكري بس في نفسك، فكري في الحاجه اللي في ايدك، في ولادك، في جوزك. ما يهمكيش الناس بتفكر عنك ازاي ولا واخده عنك فكره ازاي. طالما انتي صح، طالما انتي ما بتعمليش حاجه تغضب ربنا، اوعي تشغلي بالك باي حد. صدقيني، طول ما انتي شاغله بالك بغيرك، طول ما بالك مش مرتاح، طول ما فكرك وتفكيرك مشغول، تحسي ان في سلبيات كتير في دماغك. اقفلي على حياتك، اقفلي على حياتك دي، حطي تحتيها 100 خط. ما تخليش حياتك كتاب مفتوح لكل الناس، لكل الاصحاب. اوعي تبني سعادتك على شخص واحد. من الاسباب اللي تخليكي عايشه تعيسه في حياتك انك تربطي هدف او تربطي سعاده بشخص واحد، من غيره تحسي ان الحياه وقفت. لا، حتى لو كان الشخص ده اقرب الناس ليكي وهو جوزك طبعا. اوعي تبني سعادتك على حد. ودايما بكررها في كل فيديو، حبي نفسك، حبي شخصيتك، حبي اسلوبك، حبي طريقتك. اوعي تنتقدي نفسك. تنتقدي نفسك في حالة واحدة بس، لو اخطأتي في حق الاخرين قدام نفسك. اعترفي قدام نفسك لو انت اخطأتي في حق الاخرين. غير كده حبي نفسك ودلليها ودلعيها. عيشي حياتك، عيشي حياتك، لانك هتيجي في يوم تبقي نفسك تعيشيها، يكون الوقت خلاص عدى. انسي. عشان تعيشي مرتاحة البال فكري في نفسك اكتر ما بتفكري في غيرك. خلاص انا خلصت المطبخ بتاعي زي ما انتوا شايفين. ما تنسونيش بقى في اللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.